اهلا وسهلا بيكم في اولى حلقات فوازير ومنين يا بلدينا واحنا بلدنا ايه، واللي هنطوف فيها محافظات مصر كلها ونقول عنها معلومات. والحل تقول لنا اسم المحافظة اللي احنا بنقول عنها. النهارده في محافظة من محافظات مصر الجميلة اللي تاريخها بيبدأ من 332 قبل الميلاد، وده لما قرر فاتح آسيا والهند اللي يعمل المدينة اللي هتتسمى باسمه بعد كده عشان يقدر يفرض سيطرته على المنطقة. اللي بنتكلم عنه ما كانش مصري، وعشان يقدر يتقرب من المصريين ويقدر يحكمهم كان لازم ياخد بركة الإله أمون، فتوجه لمعبد الإله أمون اللي موجود في سيوة علشان يكون ابن أمون. وأثناء رحلة الفاتح العظيم إلى معبد أمون بسيوة عدى على قرية أعجب بيها جدا، كان اسمها قرية راكوتيس أو راكودا، وأبناء القرية دي كانوا بيسموا أبناء راكوتيس، وكانت شغلتهم الأساسية هي الصيد والرعاة. وكان في القرية معبد صغير لعبادة الإله إيزيس وسرابيس. على الفور أمر القائد المهندس ديموكراتس إنه يبني المدينة العظيمة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة، اللي بعد كده هيكون ليها شأن عظيم في تاريخ مصر. معلومة صغيرة على الماشي كده، اسم المحافظة اللي احنا بنتكلم عنها في زيه تقريبا 50 اسم في العالم، بس أول ما بنقولها بنعرف اللي هي بتاعت مصر. تبلغ مساحتها حوالي 2523 كيلو متر مربع، بساحل بطول حوالي 55 كيلو متر على ساحل البحر المتوسط. بتوزع المساحة دي على 3 مدن ومركز واحد و9 أحياء، وبيبلغ عدد سكانها حوالي 5,590,121 نسمة. اكتسبت المدينة في بدايتها بالصبغة العسكرية كمدينة للجند الأغريق، وأيام البطالمة اتحولت المدينة إلى مدينة ملكية بتتسم بشوارعها الواسعة وأعمدة الرخام البيضاء والحدائق المنتشرة. بعد تحولها للمدينة الملكية كانت لازم تكون هي عاصمة مصر لما يقرب بالألف عام. مع مرور الوقت أصبحت إحدى حاضر العلوم والفنون، وخصوصا بعد ما شيد فيها أكبر وأهم المعالم الكبرى. أول وأكبر مكتبة حكومية عرفت في تاريخ البشرية، واللي بتعتبر أول معهد أبحاث حقيقي في التاريخ. ضمت المكتبة حوالي عن أكتر من 700 مجلد، كان منها مجلدات لأرسطو والعلماء العصر اللي كانوا موجود فيه، وكانت أكبر مكتبة في العالم في الوقت ده. بس للأسف المكتبة تعرضت للحريق والتدمير تماما سنة 48 قبل الميلاد، وفي 2002 تم إعادة بناء المكتبة مرة أخرى وفتحها للجمهور، وبتضم دلوقتي أكتر من 8 ملايين من الكتب. فيها العديد من المعالم السياحية والأثرية والحيوية والمعالم المتميزة جدا، وهنلاقي اللي فيها أكبر موانئ مصر البحرية اللي بيمر من خلاله 60% من صادرات وواردات مصر. فيها العديد من المواقع الأثرية، وهنلاقي إن منها أول متحف تحت الماء في العالم موجود فيها، ده بالإضافة إلى المتحف اليوناني والروماني ومتحف المحافظة القومي. أنا كده طبعا مش هنقدر ننسى فنارتها اللي كانت عجيبة من ضمن عجائب الدنيا السبع، وده لارتفاعها اللي بيصل إلى 120 متر. بس للأسف الفنارة دي اتدمرت في زلزال 1307. العيد القومي لمحافظتنا اللي بنتكلم عنها النهاردة هو 26 يوليو، وده بمناسبة خروج الملك فاروق سنة 52 على متن اليخت الملكي المحروسة المتجه فيه لإيطاليا. أعتقد الكل عارف إحنا فيه، بس اللي لسه معرفش أحب أقول لكم على أشهر معالمها السياحية: قلعة قايتباي، عمود السواري، مقابر كوم الشوافة، ويلا نلحق نقرا الفاتحة في المرسي أبو العباس. وكده يبقى أنا حلت لكم الفزورة. كلمة وقالها فيلسوف: اللي يلف الدنيا يشوف. يا ترى كنا فين النهارده؟